سلام عليكم. الحقيقة لو خيروني ما بين بيتي فور المكنة وبيتي فور كيس الحلواني هختار بيتي فور كيس الحلواني بجدارة، وده لعدة أسباب. أولا إن هو سريع وكمان سهل وكمان نتيجته بتكون يعني هشة كده أكتر من البيتي فور بتاع المكنة، وهينجح معاكي من أول مرة. اول حاجه بحط الزبده مع السكر البودره وبسيبهم يتضربوا كويس قوي، وده مهم جدا. وانا من المدرسه اللي بتقول ان احنا نحط البيضه كامله، ولكن لا يتعدى حجم البيضه الواحده 35 36 جرام بالكتير قوي في الوصفه دي. كمان اضفت معاها الفانيليا، وبعدين لازم هنا اضيف بيضه اتاكد ان هي اندمجت كويس قوي، وبعدين ابتدي ان انا اضيف البيضه اللي بعدها، وهكذا لغايه لما تخلصي كميه البيض بتاعتك كلها. والمرحله دي الضرب الكتير فيها مش بخاف منه. هخاف امتى بقى؟ اول لما احط الدقيق بتاعي. انا هنا بحط كميه الدقيق كلها مره واحده، ببتدي ان انا اضرب سواء بالعجانه او ان انا اقلب بالسباتولا لغايه فقط لما يختفي الدقيق بتاعي. هبتدي بقى ان انا اغطي عجينتي وهحضر كيس الحلواني بتاعي. عشان تطلعي نفس الشكل اللي انا عملته، انا استخدمت التيب دي اللي هي مكتوب عليها 195 والشرشره بتاعتها نايمه لجوه. طبعا هحطها في كيس الحلواني بتاعي وهبتدي ان انا ازق فيها لغايه لما احس ان هي مش بتتحرك خالص من مكانها. هبتدي ان انا اعلم تحت الشرشره بالظبط عن طريق المقص بتاعي. هبتدي بقى انزل التب لورا وهقطع في المكان اللي انا علمت فيه، ارجع التب تاني لقدام، وهيبقى كيس الحلواني بتاعي جاهز ان انا احط فيه العجينه بتاعتي. شايفين شكل العجينه عامل ازاي؟ بعد كده بقى المفروض ان انا بقعد افعص كده في العجينه عشان خاطر يطلع اي هوا فيها. اظن شكل العجين حتى من قبل ما نشكل باين هو عامل ازاي، والشكل ده من اسهل ما يمكن اي حد يعرف يعمله. مجرد ما بتضغطي اساسا بيطلع معاك، ما فيهوش اي احترافيه. هدخل بقى البيتي فور بتاعي على 180 درجه مئويه لغايه لما يطلع بهذا الجمال. بعد لما يبرد تماما هبتدي في مرحله التزيين، وده طبعا حاجه اختياريه، ولكن انا بالنسبه لي بيتي فور يعني شوكولاته ومربى. من الحاجات اللي بتسهل علينا ان احنا نعمل كميات كبيره مره واحده ان انا اعمل نص الاشكال على ظهرها ونصها على وشها، واحط المربى بتاعتي في كيس حلواني وابتدي ان انا اعملهم كلهم مره واحده، وبعدين الزق بقى واحده واحده. ممكن تستخدمي الشوكولاته البيضاء، الشوكولاته السوداء، اللي حضرتك عايزاه. في ناس كانت بتسالني هل بتضيفي حاجه على الشوكولاته بتاعتك؟ لو لقيتها فقط تقيله عن القوام ده بضيف حوالي معلقه زيت كده لغايه لما بتبقى سايله. من طبعا الحاجات الهايله جدا انك تطلعي عليها اي حاجه مغموسه في الشوكولاته ورق الفويل، احلى كمان من ورق الزبده، بيخلي مفيش اي حاجه تلزق عليه. وخدي بالك لو هتستخدمي شوكولاته بيضاء ان هي تكون حساسه اكتر من الشوكولاته السوداء. واستمتعي باحلى بيتي فور هتاكليه في حياتك، وهترجعي تكتبي لي كده.